النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد ووجد سيدنا أبي بن كعب، قال له: يا أبي، أي آية أعظم في كتاب الله؟ سؤال: أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. ضرب على صدره. قالوا: فليهنك العلم. تهنئة من النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة سديدة في معرفة أعظم آية في كتاب الله. من عاد يعرف آية الكرسي؟ من يدرك معاني هذا الكلام؟ من يدرك آثار القرآن؟ من يقرأ تبارك عند النوم؟ من يقرأ سورة الدخان، الكهف يوم الجمعة؟ كل هذه الضوابط التي وضعها أهل العلم مأخوذة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأجل حفظك.